راجل ماشي في مدخل مجمع سكني في قرية متطرفة بعيد في أوغندا في يوم 3 الصبح، وكان ماسك في إيده شنطة مسامير ومعاه شاكوش. قابله شاب صغير عنده 17 سنة اسمه بيتر. كان خارج وقتها يجيب لنفسه ولعيلته أكل فعدى من جنبه عادي. ما جاش في دماغه إن خروجه في الوقت ده بالذات خلاه يكون الناجي الوحيد من مذبحة راحت فيها عيلته كلها. ساعتها فكر إن الراجل ده ممكن يكون نجار ولا مثلا حد داخل يصلح حاجة. بعد المشهد ده بدقايق 530 راجل وست وطفل بيتحركوا من مبنى لمبنى تاني. كنيسة شبابيكها كانت متقفلة ومسدودة بخشب ومتمسمرة من بره، وبعد ما دخلوا الأبواب اتقفلت عليهم بنفس الطريقة. وعلى الساعة 10 ونص الصبح يوم 17 مارس سنة 2000، الفلاحين والناس اللي كانوا في المناطق والقرى اللي حواليهم بيتفاجئوا بأصوات انفجارات ورا بعض، وبعدها حريقة كبيرة جدا. دي نقطة البداية للقصة. بس الكنيسة اللي اتحرقت ما كانتش هي المكان اللي القصة دي بدأت من عنده. السؤال اللي هياخد بقى الفيديو ده كله علشان نحاول نجاوب عليه مش ايه هو اللي حصل جوه الكنيسة دي بالظبط، لان ده كان الفصل الاخير من القصة. لكن السؤال الحقيقي هو مين السبب ورا واحدة من اكبر مذابح افريقيا لاكتر من 900 انسان، وازاي قدر يقنع 530 انسان ان هم يدخلوا بارادتهم الكنيسة دي مرة واحدة علشان دي تكون نهايتهم. في يونيو سنة 1989 واحدة ست اسمها كيريدونيا مويريندي خبطت على باب في منطقة نوتونجامو في غرب أوغندا، وكانت جايبة معاها بنتها الصغيرة. الراجل صاحب البيت اسمه جوزيف كيبويتيري، معروف عنه ان هو راجل محترم، كان شغال مدرس قبل كده وكمان كان مدير مدارس كاثوليكية سنة 1962. كان شغال مشرف موظف حكومي وكان كمان سياسي محلي. اللي هو راجل بنى حياته كلها من خلال مؤسسات الناس بتثق فيها. كيريدونيا قالت له إن العذراء مريم ظهرت لها برسالة عن نهاية العالم، وقالت له إن العذراء وجهتها لشخصه بالتحديد علشان هو الوحيد اللي هيقدر يساعدها. كيريدونيا كبرت في منطقة كانونجو، هي بنت مدرس دين كاثوليكي متقاعد بس سابت المدرسة وهي صغيرة وعاشت حياة مش أشرف حاجة. كانت مدورة بار وسمعتها يعني ما كانتش تليق على حد متدين. وعلى سنة 1989 كان بقى عندها 4 أطفال، وسمعة زي ما قلنا خلت الأبواب العادية صعب إنها تتفتح لها. علشان كده بدأت إنها ترسم وتطبخ في حكاية محبوكة قوي على نار هادية. بدأتها حوالي سنة 1980، وده لما ست تانية اسمها بلاندينا بوزيجي ادعت رؤية عند صخرة نيا بوجوتو، رؤية من العذراء مريم نفسها عن نهاية العالم وعن الوصايا العشر وعن مين اللي هينجو من النهاية المأساوية للكون كله. كيريدونيا كانت موجودة في القصة دي نفسها بس كان ليها دور صغير. بس قدرت إن هي تحفظ السيناريو بتاع القصة دي صم لحد لما سنة 1989 غيرت دورها وبقت هي الشخصية المركزية في القصة. لما وصلت لباب جوزيف وقتها ومعاها بنتها الصغيرة، كانت داخلة عليه بسيناريو هي متدربة عليه بقالها حوالي 10 سنين. طبعا جوزيف هو كمان يعني مش راجل ساذج، زي ما قلنا واحد عنده 57 سنة، أدار مدارس وكان خدم في الحكومة وتعامل مع السياسة وكان فاهم الدنيا ماشية ازاي. بس كريدونيا قدرت تقنعه، وخطتها ما خدتش وقت علشان تتنفذ. بعد كام شهر على بداية سنة 1990 جوزيف كان أطلق رسميا حركة استعادة الوصايا العشرة من الرب، والمقر بتاعها كان بيته، وبدأها مع 27 تابع. وبعد 3 سنين بس الحركة كانت كبرت أكتر بكتير وسجلت نفسها كمنظمة دينية غير ربحية عند الحكومة الأوغندية. وبعد كده نقلوا المقر بتاعها بناء على اقتراح من كريدونيا لأرض قالت إن اتبرع بيها أبوها اللي كان بيموت في منطقة كانونجو، موقع مساحته 48 فدان موجود على تل. والطائفة بعد كده سمت التل ده إيشايوريو ريا ماريا، أو المكان اللي مريم بتنقذ فيه الأرواح التايهة. وقتها الحكومة ادت لهم الأوراق الرسمية والشرعية اللي هم كانوا محتاجينها، وسابت لهم المكان يعملوا فيه اللي هم عاوزينه. وفعلا اللي حصل على التل ده على مدار ال7 سنين اللي بعد كده ما كانش مجرد شغل جماعة دينية بسيطة، دي كانت بيئة كاملة ونظام متصمم علشان يلغي كل آلية داخلية الشخص ممكن يستخدمها علشان يفكر يتكلم أو حتى يعترض. والكلام كان هو أول ضحية. العقيدة الأساسية للحركة قالت إن هو عشان تتجنب كسر الوصية التاسعة لا تشهد زور، الأعضاء ما ينفعش يتكلموا خالص. في أيام معينة التواصل الوحيد اللي كان مسموح بيه هو لغة الإشارة، والأسئلة اللي كانوا بيسألوها لكريدونيا كانت بتتقدم كتابة، وهي كمان كانت بترد عليهم كتابة، وإجاباتها كانت نهائية، كانوا أصلا بيسموها المبرمجة. الأعضاء الجداد لما بيوصلوا بيسلموا هدومهم وبيدوهم زي موحد.
أسود للناس المبتدئين، أخضر للليفل التاني ودول الناس اللي شافوا الوصايا، وأخضر وأبيض للجاهزين. وجاهزين هنا معناها إن هم جاهزين للموت. كمان كان الأعضاء ما ينفعش إن هم يناموا على سراير أو يستخدموا صابون أو يلبسوا جزم. القادة طبعا براحتهم يلبسوا اللي هم عاوزينه. وفي الأكل الأعضاء كانوا بياكلوا حتة قصب سكر مثلا كده على الغدا ولا حاجة ويسموها تضحية. أما القادة طبعا يعني بره الكلام ده عنهم، كانوا بياكلوا لحمة أو اللي هم عايزينه في أي وقت. الأعضاء أول لما بيوصلوا بياخدوا كتاب متكون من 163 صفحة، كلام بقى عن جنة هم متخيلينها ونهاية الأزمنة الحالية. وبيتقال لهم كمان إن هم لازم يقروا الكتاب ده 20 مرة، وبعد ال20 قراية بيتوعدوا إن أي حاجة هيدعوا بيها هتتحقق لهم على طول. طبعا الأعضاء دول كمان كانوا لازم يسلموا أراضيهم، المواشي بتاعتهم، لو عندهم حسابات في البنوك تتسلم، جوازات السفر، كل حاجة. والحياة جوه المعسكرات دي كانت بتبقى صعبة جدا، الرجالة والستات كانوا بينفصلوا، الأزواج والزوجات كانوا بيتمنعوا من العلاقة الزوجية، والأطفال اللي مثلا كانوا بيزنوا وبيعيطوا بالليل كانوا بياخدوهم يحطوهم بره المعسكر في البرد لحد لما يبطلوا عياط. بس على الرغم من كل ده ناس كتير كانت لسه بتنضم للطائفة دي. وعلى أواخر التسعينات الحركة كان عندها أكتر من 5000 عضو في أكتر من معسكر في جنوب غرب أوغندا وفرع في كامبالا. طبعًا ناس كتير كانت بدأت تشُك في اللي الناس دي بتعمله، وبدأوا كمان إن هم يعني يبعتوا تحذيرات كتير وبلاغات للشرطة وللحكومة عن خطورة اللي بيحصل في المعسكرات دي. موظف التعليم الإقليمي اللي كان موجود في روكونجيري بعت خطاب سنة 1998 علشان يطالب الشرطة إن هي تتدخل، بس الحكومة خدت وقت كبير جدا، بعتوا المحققين بتوعهم بعدها بسنتين. السلطات التعليمية اللي وصلت من الحكومة قفلت المدرسة الابتدائية للحركة بسبب سوء النظافة والمستويات الأكاديمية اللي تقريبا معدومة وانتهاك حقوق الأطفال وبس كده. المفوض الإقليمي السابق اللي كان موجود في المنطقة قبل ما يطلع على المعاش اسمه يوروكامو كاماسيريري، الراجل ده كان مرعوب من نشاط الطايفة دي وكان ضد فكرة إن هم يتسجلوا في الحكومة. بدأ يكتب في تقارير ويسلمها للحكومة علشان لو مثلا حد يجي بعده ممكن يعمل حاجة. حتى لجنة حقوق الإنسان بتاعت أوغندا نفسها لما كانت بتستلم الشكاوى اللي بتجيلهم عن اللي بيحصل في المعسكرات دي، كانوا بياخدوا الورق وبيحفظوه ومحدش بيعمل أي إجراء. واحنا هنا مش بنتكلم عن واحد ولا اتنين، احنا بنتكلم عن حوالي 47 موظف مسؤولين على مستويات كتير من الحكومة الأوغندية، كان عندهم شكل من أشكال الاتصال بمعلومات عن الحركة دي ما بين سنة 1993 وسنة 2000. التحقيق بتاع لجنة حقوق الإنسان بعد المذبحة قال إن المسؤولين كانوا بيوصفوا الطائفة دي بإن هم ناس دينيين غير مؤذيين، وقال إن هم ما كانش عندهم أي سبب للشك. صحيفة إيست أفريكان اقترحت بعد كده إن الحكومة ممكن تتحاسب على الناس اللي ماتوا دول، بس البرلمان برأ الحكومة تماما من المسؤولية سنة 2014. دلوقتي بنوصل ليوم 31 ديسمبر سنة 1999، ودي الليلة اللي المفروض العالم هينتهي فيها. قادة الحركة بنوا كل هيكل المعتقد على أساس التاريخ ده، المفروض إن الظلام هيغطي الأرض لمدة 3 أيام ابتداء من 29 ديسمبر، وفي يوم 31 ديسمبر العالم كله هينتهي. بس الناس اللي موجودين جوه المعسكر أو المجمع بتاعهم ده هم بس اللي هينجوا وهيكملوا وهيعيشوا عادي. الأعضاء طبعًا بدأوا ييجوا من كل حتة في أوغندا، اللي باع بيته واللي باع أرضه والحيوانات اللي عنده، وما كانش قدامهم أي مكان تاني يروحوه غير المعسكرات بتاعة الطايفة دي، لحد لما بنيجي نُص الليل سنة 1999 وسنة 2000 بتبدأ وما فيش أي حاجة بتحصل. اللي حصل بعد كده كان فوضى تامة. القاعدة الذهبية للصمت اتكسرت، القيامة ما قامتش يعني، فالأعضاء اللي سلموا كل حاجتهم وفلوسهم بدأوا إن هم يطالبوا بحياتهم مرة تانية. اللي باع أرضه واللي باع المواشي بتاعته ومحلاته عايزين تفسيرات، عايزين يعني فلوسهم، عايزين يرجعوا لهم حياتهم تاني. بس القادة قالوا لهم إن العذراء مريم ظهرت تاني ومددت التاريخ لمدة شهرين بس لحد يوم 17 مارس سنة 2000. طبعا أنت فاهم الكلام ده معناه إن ناس كتير هرشت وفهمت اللعبة ماشية إزاي، وعرفوا من الآخر إن هم اتنصب عليهم، وعشان كده ناس كتير جدًا بدأت تهرب. الشرطة لمّا كانت بتوثّق اللي حصل لمّا بدأوا يفتحوا القبور اللي كانت اتجهزت لكل الضحايا دي، لقوا إن القادة بتوع الطايفة بدأوا إن هم يصفّوا كل الأصول كانت الحركة حاطة إيديها عليها قبل اليوم بتاع 17 مارس. في مجمع كانونجو لوحده الحركة كان عندها أكتر من 60 راس من مواشي الفريزيان، فعلى نُص مارس كانوا باعوهم كلّهم وبأسعار رخيصة جدًا، لدرجة إن السكان المحليين كانوا يعني بيستغربوا من الأسعار دي. البقرة مثلًا اللي ب300 كانت اللي هو بتتباع ب100، ب90، أي حاجة كانوا بيعرفوا يبيعوها كانوا بيبيعوها ما عدا الأراضي اللي خدوها من الأعضاء.
القادة حطوا العقود بتاعة الملكية بتاع الأراضي دي عند الشرطة، بس ده كان لهدف تاني في دماغهم. وعلى يوم 11 مارس سنة 2000، يعني 6 أيام قبل الحريقة، الأب دومينيك كان باع الأرض والبيت بتاعه اللي موجودين في منطقة روجازي، والمشترين ما كانوش عارفين إن هم المكان اللي بيشتروه ده تحت أرضية البيت اللي بيشتروه، وفي الأوض اللي هم هيناموا فيها موجود يعني تحتهم مقابر ل155 إنسان. رئيس اللجنة المحلية اسمه جريجوري كاتوريبي. الراجل ده كان لاحظ ان في رجالة عمالين يحفروا يعني حاجة حفر كبيرة كده شبه القبور ورا المجمع بتاع الاب دومينيك ده قبل المذبحة. فلما دخل وحاول ان هو يتكلم معاهم ويفهم منهم بالظبط ايه اللي بيعملوه، الرجالة في الوقت ده رفض ان هم يتكلموا، لان طبعا القاعدة بتاعت الصمت اللي قلنا عليها كانت شغالة حتى في الوقت ده. المهم يعني شاوروا له على دومينيك وقالوا له ان هو يروح يتكلم معاه. فلما راح دومينيك قال له ان الحفر ده بس بنعمل يعني دورة مية عشان الناس اللي عايشة معانا هنا. بس على الرغم ان جريجوري ما صدقش اللي حصل ده وطلب ان هم يتقبض عليهم، الشرطة في الاخر يعني سرحتهم لان مفيش اي دليل. وقبل الحريقة بيومين، يعني يوم 15 مارس، الاب دومينيك كان دخل محل عنده في المنطقة واشترى 50 لتر من حمض الكبريتيك. ولما الشرطة بعد كده سألت صاحب المحل، قال ان لما سأل الراجل قال ان هو بيشتريها لبطاريات الطايفة عندهم جوه، في بيستخدموها في معهد ديني. بس طبعا ما كانش في الكلام لا بطاريات ولا كان في معهد ديني اصلا. ويوم 16 مارس بالليل عملوا حفلة كبيرة جدا في مجمع كانونجو، أكل بقى ومزيكا، والأعضاء بدأوا يجمعوهم من كل المعسكرات والفروع اللي كانت موجودة في جنوب غرب أوغندا، كلهم بقى أطفال بستات بناس كبيرة، وعملوا لهم احتفال كبير. وفي الآخر القادة قالوا لهم في نفس الليلة إن العذراء مريم وعدت إن هي هتوصل لابسة يعني حاجة كده شبه اللهب علشان تصاحب الناس المؤمنين للجنة بنفسها، بس اللي جوه الكنيسة بس في الوقت المحدد هم اللي هيتاخدوا. وده طبعا كان السبب ان الابواب اتقفلت عليهم في بداية الحلقة زي ما قلنا جوه الكنيسة، علشان محدش يتساب ورا، علشان طبعا يقنعوهم يعني ان لو اتسبت بره الكنيسة كده انت مش تعدي ومش تدخل الجنة. ويوم 17 مارس الصبح اليوم بدأ بالصلاة كانت جوه الكنيسة ليهم كلهم، وبعد كده الابواب والشبابيك اتقفلت زي ما قلنا. وعلى الساعة 10 ونص الصبح الناس اللي كانوا في القرى والأماكن اللي حواليهم بيتفاجئوا بأصوات الانفجارات. تقرير الطب الشرعي لما وصل للشرطة قال إن كان في مواد حارقة اتحطت في 6 أماكن مختلفة جوه الكنيسة وولعت، وده احتمال كبير يكون هو اللي عمل يعني الحريقة الكبيرة دي لما لمست طبعا حمض الكبريتيك اللي كان يعتبر مسرع يعني للحريق. المبنى طبعا ما كانش مكانه كبير، بس كان جواه 530 شخص. واحد بس اللي قدر ينجو في الأول اللي هو قلنا عليه بيتر، واللي كان خارج يعني وقتها علشان يجيب أكل لنفسه هو وعيلته. بس طبعا ما لحقش ياكل مع عيلته لأن هو رجع لقى الكنيسة كلها بتتحرق وكل عيلته ماتت. ولمدة 4 أيام بعد الحريقة دي كان الافتراض الرسمي والرواية الرسمية إن دي كانت يعني انتحار جماعي. مئات من أتباع طائفة معينة اختاروا إن هم يموتوا كلهم مع بعض. طبعا حادث مأساوي ومزعج، بس في نفس الشكل أو الإطار اللي حكومة أوغندا في وقتها كانت رسمته. الناس اللي هم متدينين مش بيأذوا حد ما يستاهلوش اللي حصل لهم، بس يلا ده اللي حصل. لكن لما الشرطة بدأت تفتح بقى الأماكن وتشوف إيه اللي حصل ابتداء من يوم 25 مارس سنة 2000، يعني بعد الحريقة بحوالي 8 أيام، الشرطة لقت إن جوه المبنى والمساكن اللي كانوا موجودين في منطقة روكنجيري لقوا 3 قبور جماعية، 2 موجودين في أوضة وواحدة موجودة في أوضة تانية، جواهم حوالي 153 جثة. كمان 59 من ال 153 جثة دول كانوا جثث لأطفال صغيرة، والناس الكبيرة كانوا دايما يعني ميتين يا إما هشيم في الجمجمة أو خنق أو اللي مضروب بسكينة. ويوم 27 مارس العزبة بتاعت الأب دومينيك اللي قلنا إن هو باعها، البيت اللي اتباع قبل الحريقة ب6 أيام، لقوا جوه الأوض اللي الناس كانت فاكرة إن هي تلاجة، قالوا لهم دي بيعمل تلاجة تحت الأرض، لقوا حوالي 155 جثة. لجنة حقوق الإنسان الأوغندية سجلت إن فيهم 36 ميتين بالخنق بإيديهم، يعني واحد خنقهم بإيديه. ويوم 30 مارس سنة 2000 لما دخلوا على المزرعة بتاع جوزيف، لقوا تحت الأرض مدفون 81 جثة. بنته كانت واحدة من البنات اللي رفضت إن هي تنضم للطائفة دي، قالت إن الجثث كانت متحشرة زي السردين ورؤوسهم مايلة لتحت.
لما فريق اللجنة زار المكان يوم 30 مارس، يعني حوالي أسبوعين بعد الحريقة، كان لسه في ريحة للجثث، والدبان كان مغطي الأرض موجود فوق القبور بتاعة الناس. ده غير كمان كان عنده بيت تاني في منطقة بوزيجا يوم 22 أبريل سنة 2000. البيت ده هو كان مأجره جوزيف. لما الشرطة دخلت لقت إن بين الجراج والسور بتاع البيت اللي موجود على المايه على المحيط، لقوا فيه قبور وفي جواها جثث لأكتر من 55 إنسان. تحقيق لجنة حقوق الإنسان الأوغندية أكد بعد كده اللي الناس اللي كانوا جوه المعسكرات دي كانوا عارفينه من زمان، وهو فكرة إن الشخص اللي بنى المكنة دي كلها مش الأب دومينيك ولا التاني جوزيف ولا الناس اللي كان اسمها متسجل عند الحكومة. المفاوض كونستانتين كاروسوك، واللي هو كان قائد فريق تقصي الحقائق في القضية دي، قال إن راس الطايفة ما كانش جوزيف زي ما كلنا كنا مخدوعين أو فاكرين. دي كانت واحدة اسمها كريدونيا مويريندي، ودي هي اللي كانت قادة الطايفة، وهي اللي جندت جوزيف وجندت كل القادة التانيين وكانت مسيطرة عليهم كلهم. جوزيف اتجند بس بسبب ثروته ومركزه يعني وش للطايفة. راجل محترم في مجتمع ست صاحبة بار سابقة، كانت طبعا يعني مش حدش هتصدقها ان هي متدينة وجاي لها رؤية من العذراء مريم. احترام جوزيف كان هو الأصل والأهم للحركة. لجنة حقوق الإنسان لقت دليل بيقول إن سنة 1999 جوزيف نفسه ممكن يكون مات، لأن ممكن يكون كان عنده الإيدز وهي شكت فيه وعلشان كده قتلته. يعني الراجل اللي كان على أول واحد على قائمة المطلوبين ممكن أصلا يكون ميت بقاله أكتر من سنة. وعلى آخر أبريل سنة 2000 الإنتربول كان أصدر مذكرات اعتقال دولية لستة من القادة بتوع الطائفة دي. مكان القادة دي مجهول، محدش يعرفه. تقرير الطب الشرعي اللي كان موجود بعد بقايا الحريق ما قدرش يحدد بشكل إيجابي إذا كان أي حد من القادة مات في الحريق. لكن بعد كده تقرير الشرطة الوطنية سنة 2014 قال إن جوزيف ممكن يكون هرب من البلد. التقرير كمان بيقترح إن هو ممكن يكون مستخبي في ملاوي. لكن لجنة حقوق الإنسان نفسها لما بدأت تراجع الأدلة الشرعية من الحريق، قالت إن ممكن يكون كيريدونيا وجوزيف هما كمان ماتوا جوه الكنيسة، وده بناء على بعض البقايا الغير مؤكدة. طبعا ما في الآخر الاعتراف إن مفيش أي حاجة من الأدلة دي يعني أكيدة 100%. وادينا النهاردة أهو في 2026 ومحدش اتحاسب، ما حصلش أي محاكمة، ما تصدرش حكم. الحكومة الأوغندية عمرها ما نشرت تقرير نهائي عن التحقيقات، ولجنة التحقيق الرسمية اللي كانت بعد الحريقة ما طلعتش أي وثيقة عامة. البرلمان زي ما قلنا هو بس اللي برأ الحكومة من مسؤوليتها سنة 2014. تيريزا كيبويتيري دي كانت مرات جوزيف قبل ما كل الحوار ده يبدأ. الست دي كانت انضمت للحركة لفترة قصيرة جدا، بس كانت سابتهم سنة 1992 لما شافت جوزها بقى عمال يبيع في كل الممتلكات والبيوت بتاع العيلة. لما فريق تقصي الحقائق ولجنة حقوق الإنسان لقوها في أبريل سنة 2000 عشان يحققوا معاها، لقوا عايشة لوحدها، وقالت لهم إن آخر مرة كانت شافت فيها جوزها لما سابت الحركة سنة 1992، وإنها ما تعرفش أي حاجة عنه من ساعتها. كان عندها منه 10 أطفال، 3 منهم ماتوا. المجمع اللي مساحته 48 فدان اللي موجود في منطقة كانونجو، التل اللي اتسمى المكان اللي مريم بتنقذ فيه الأرواح التايهة، بقى دلوقتي عبارة عن مزرعة شاي. 924 شخص دخلوا القصة اللي كيرودونيا كتبتها سنة 1989، معظمهم ما خرجوش منها.